ولا تقوليلي اسرار مخابز، ولا تقوليلي حطيت بيض وزبدة على الفينو عشان ينجح معايا، ولا تقوليلي بعد ما كلفته وحطيت دقيق وخميرة وكل المقادير طلع معايا وحش ومعجن ومش زي بتاع بره. النهارده انا جايبالكوا الطريقه الصحيحه بمقادير مظبوطه جدا. هتعمليه في البيت كيلو دقيق هيطلع معاكي 35 رغيف فينو. صدقوني كل حاجة قدام عينيكم وبالميزان. يلا بينا نبدأ الوصفة ونقول مقاديرنا. مقاديرنا عبارة عن كيلو دقيق، 20 جرام خميرة، 50 جرام زيت، معلقة خل، معلقة ملح، 100 جرام سكر. ده كده في جنب. كيلو دقيق هاخد منه 200 جرام دقيق، يعني كيلو دقيق قدامي اهو هنقص منه 200 جرام دقيق. ليه؟ عشان اعمل حاجه اسمها البولش او العجينه المخمره مسبقا. ده بقى سر نجاح الفينو معاكي. ما ينفعش تعملي الفينو الا لما لازم تعملي عجينه البولش. دي عباره عن عجينه مخمره بنسيبها تخمر في جنب. مقاديرها 200 جرام دقيق من نفس الكيلو اللي معانا، يعني الكيلو هناخد منه 200 جرام دقيق، عليهم 10 جرام خميره، عليهم حاجه بسيطه قوي من الميه. بوزن قدامكم اهو علشان تشوفوا الجرامات بالظبط. تمام. لو ما عندكيش ميزان تقدري، هو كيس الخميرة اصلا 10 جرام، و200 جرام الدقيق لو عندك كوبايه معياريه هتلاقي فيه من ضمن الكوبايات فيه 200. تمام. بحط العجينه، احط عليها ال20 جرام ال10 جرام خميره، وبحط شويه من الميه مش كتير. انا مش عايزه اخدم العجينه، انا عايزاها يا دوب تتلم كده مع بعضها، وهغطيها بستريتش راب او باي كيس وبسيبها لمده ساعه كامله. هتخمر وهتنفش، وهنبدأ ان احنا نضيفها على بقية مكونات العيش الفينو. هكتب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. اضغطي على العنوان اللي هو ببقى كاتباه على اليوتيوب، هيدخلك على المقادير، تقدري تاخديها سكرين شوت وتخليها عندك. المقادير بقى خلاص انا عملت البولش. هبدأ بقى ان انا اقول لكم على المقادير. كيلو الا ربع من الدقيق، هو كان كيلو في الاول، خدت منه 200 جرام من للبولش. هحط بقيت كمية الدقيق اللي معايا، هحط عليها 20 جرام خميرة، 50 جرام زيت، معلقة خل كبيرة، ودوت بديل محسن الخبز. لو ما عندكيش تقدري تحطي معلقة خل كبيرة، معلقة ملح ممسوحة كبيرة، و100 جرام سكر. ما تقولوش ان العجينه هتطلع مسكره، لا خالص، العجينه هتطلع مظبوطه. السكر هو سبب من اسباب اللون الحلو اللي بنشوفه في المخابز. حطيت عجينه البولش اللي انا عملتها، وهحط عليها السكر والزيت والخميره والخل والملح والسكر. بقلبهم مع بعض كده لحد ما ادوب السكر خالص في عجينه البولش دي. وهبدا ان انا انزل بكميه الدقيق اللي عندي. الميه ميه عاديه، ما عملتش ميه دافيه ولا اي حاجه، ميه عاديه من الحنفيه. خدتها وبدات ان انا انزل تدريجيا على الدقيق. نقي دقيق يكون عرقه شديد، دقيق يكون للمخبوزات. ولو جنبك فرن روحي قوليله بعد اذنكم انا عايزه كيلو دقيق من بيتعمل بالفينو. في ناس بترضى في ناس لا، بس يعرفيهم مثلا ان انا عايزه ضروري دقيق من بتاع الفينو علشان تضمني ان انت تطلعي نتيجه مظبوطه. هقعد حوالي من ربع ساعه ل20 دقيقه اخدم في عجن العجينه اللي معايا، علشان هي سبب برضو من اسباب النجاح. واركنها في جنب لمده ساعه. شايفين العجينه طريه وحلوه ازاي؟ تحسي ان التخمير بتاعها ما هبطش كده وانا بشيلها من الطبق. هبدا ان انا هقطعها كور. كل كورة حوالي انا عملتها 60 جرام، انت ممكن تعمليها 50 او 40 حسب حجم الرغيف اللي انت عاملاه. والبيتي بان اللي هو العيش الصغير ده انا عملته على 40 جرام. تمام. المقاس اللي انتوا تحبيه اعمليه. عندك ميزان مشي عليه زي ما انا بوزن كل شويه العجينه جنبي، ما عندكيش هي ايدك هتكون مقياس انك تعملي كل الارغفه زي بعضها. تمام كده. هكور كل الكميه اللي معايا، طبعا ايدي بعوصها زيت اول باول، طول ما انا شغاله بعوصها زيت. كل ما العجينه تطلع كبيره انا اقفها ل60 لحد ما كل الكور تبقى حجم واحد. ايدي خلاص خدت على انا بوريكم بس على الميزان، لكن انا عشان انا ايدي في الخبز على طول، وعلى طول بعمل العيش الفينو. على فكره عملته قبل كده بالبيض، عملته قبل كده بالزبده، ولا نتيجه كانت بترضيني لحد فعلا ما انا هشكر الشيف خالد الشيخ ودوت شيف بيكري عالمي. ده اللي انا باخد منه كل المقادير او كل اي حاجه انا عايزاها للمخبوزات. بشكرك من خلال الفيديو ده
الف شكر لحضرتك على كورساتك الحلوه وتعليمك الحلو لينا ومعلوماتك اللي ما بتبخلش على حد. بينزل فيديوهات عالميه عنده للشيفات مثلا اللي زينا علشان نتعلم ونعلمكم. بشكرك، يا رب يجعله في ميزان حسناتك، ويا رب اكون دايما عند حسن ظنك. انا مشيت على كل خطوه حضرتك عملتها وطلع معايا العيش الفينو مظبوط زي بتاع بره بالظبط. عايزه اقول لكم ان هو ارخص بكتير من بره. يعني انا عندي الخميره في البيت، جبت كيلو دي من بره. لو انت هتجيب الخميره من بره هتجيب مثلا 3 اكياس خميره، قولي كل الدنيا دي هتكلفك 25 جنيه. 25 جنيه بيطلع معاكي 35 رغيف فينو احجام مختلفه، تمام كده، وسط وصغير، وممكن تعملي منه الكايزر. ففكره ان انا اجيب ب20 جنيه دقيق او كيلو دقيق اطلع منه كميه العيش دي، فدي حاجه كويسه قوي. دي حاجة كويسة قوي قوي بصراحة. فانا عملت 35 رغيف من كيلو دقيق علشان اوفر في بيتي. خدوا بالكم والله هو مش مجهود على قد ما هو بنتعب علشان نطلع عجينة مظبوطة. مدة التخمير ساعة مرة في البولش وساعة في العجن، وبعد كده نص ساعة عما العيش يرتفع معاكي وتحطيه في مكان دافي. هبدأ بقى ان انا افرد العجينة، وزي ما انتم شايفين من جميع الاطراف بشد والف واشد والف كده، وارجع اقفل الاطراف كويس قوي والجوانب كمان المها على بعضها كده اللي هي الاطراف من بره. وببدا ان انا ارول كده حاجه بسيطه. معايا سمسم كنت حاطه عليه معلقه ميه علشان يلزق على وش العيش، وبعد ما تطلعيه من الفرن السمسم ما يقعش، فمعلقه الميه على السمسم هي اللي بتخليه يمسك على وش العجينه. كمان احنا بره بنشتري ب10 جنيه عيش بيقضوا يوم واحد لاولادنا، بيبقوا حوالي عن في ناس بيبيعوا رغيف ب2.5 وفي ناس بيبيعوا ب2، يعني 5 ارغفه ب10 جنيه، فحرام قوي بصراحه، ومش كل يوم هنشتري عيش. عايزه اقول لكم ان الكميه دي، انا مثلا عندي طفلين بيروحوا المدرسه كل واحد هياخد 3 رغفه، يعني ميكس مام في الاخر ان هو هياخدوا 5 ايام في الاسبوع، وهو ده عدد ايام المدرسه. يعني في ناس بياخدوا السبت اجازه، انا مثلا اولادي بياخدوا جمعه وسبت، فانا عايزه اقول لكم ان ال35 رغيف دول هيقضوني الاسبوع بتاع المدرسه. فلو هتعب كل اسبوع مره واحده انا موافقه علشان اطلع النجاح ده والطعم ده والتوفير ده. بصراحه هو خطير، اتمنى تجربوه لانه فعلا هيعجبكم قوي. لو وصلتي بقى معايا الفيديو لحد دلوقتي يا ريت ما تنسيش تحطي اللايك عشان هو اللي بيرفع الفيديو الناس كتير يشوفوه، واكتبوا لي في التعليقات كمان عايزين وصفات ايه تانية اعملها لكم. ادي السمسم اللي بميه، وبعد ما عملت كده رول بالعيش، ده كان البيتي باي كان حجمه صغير شويه كده. بعد ما سبته يختمر لمده ساعة الا ربع عشان مطبخي كان فيه هوا، فخلي المكان دافي، تقدري تشغلي الفرن وتطفيه وتدخليه فيه عشان يخمر اسرع، او تقدري تحطي حلة مية بخار تحت الشبكة وهم فوق السجان فوق عشان برضو يخمر بسرعة. قبل ما ابقى بدخله الفرن ولا بدهن لبن ولا بدهن بيض ولا الكلام ده، ببخاخه او بايدك كده رشراشي شويه ميه كده على الوش بسيطه، ويبدا يدخليه الفرن. هو ده النتيجه بعد ما طلعت. السمسم متماسك جدا، العيش حلو جدا، هفتح قدامكم دلوقتي وهتشوفوه من جوه قد ايه هش وقد ايه طري. بجد الوصفة تستاهل 1000 لايك والله. اتمنى يا رب اكون دايما عند حسن ظنكم. اقفوا واعملوا لو حتى نص كيلو، جربيه والله هتدعولي. هشكرك تاني وتالت ورابع ومش هزق من شكري لحضرتك. الف شكر ليك شيف خالد على تعليماتك الحلوة اللي دايما بتوجهني ليها، والواحد وبيعيش وبيتعلم عشان يطلع حاجات انجح وانجح لمتابعين. دمتم بألف خير ومع السلامة.